ما كانوا بيعملوا الحته دي بيسفلتوها يعني، بيعملوها اسمنت بقى لها مده. هم بيفحروا لقوا الجسم الغريب ده مرمي هنا اللي هو قالوا دانا يعني. لا شايلينها حطينا جنب الحيطه دي كده، ورئيس الحي اتصل بالمباحث جم قفلوا الشارع، وبعد ما قفلوا الشارع المباحث اتصلت باداره المفرقعات، فجم بصوا عليها كده وشافوها طالعه شايلينها وماشيين. طلعت دانا؟ هي دانا. دانا من مخلفات الحرب. من مخلفات الحرب. ألف شكر. من جماعه من الحي كانوا جايبين شويه رمله بيردموا بيها، ولقوا فيها مقذوف فارغ، بس كان محطوط مكان صندوق الزباله. من مخلفات الحروب؟ من مخلفات حرب كله. الشرطه جت واتعاملت معاه؟ الشرطه جت وقفلوا الطريق هنا واتعاملت معاه، قعدوا بتاع ساعه كده او ساعتين، وتمت خدوا المقذوف نفسه ومشوا. ايه اللي حصل هنا وايه حوار الدانا؟ النهارده كان رئيس الحي موجود. كان بينظف الرصيف ده مكاننا هنا، وبعدين اكتشف في ست بترمي الزباله، فبطلعها حته حديده من جوه الصندوق. تمام. واخد بالك؟ صندوق الحجري اللي هو ده. صندوق الحجري اللي هو ده. بس فاتصلوا بمدير الامن وبتاع، جابوا رئيس الحي وجابوا رئيس مباحث ثالث. واخد بالك؟ وجم عينه وراحوا مقفلين الطريق، وجابوا عربيه بوكس راحوا مقفلين الطريق من هنا، وجابوا عربيه شرطه بنفس الموضوع. واخد بالك؟ وبعد كده قعدوا اكتر من نص ساعه عايزين يجيبوا بتوع المفرقعات عشان يكشفوا القنبله، وبعد كده في الاخر جه رئيس مباحث ثالث جه اخدها رفعوا الحاجه. رفعوا طلعت دانة مدفع؟ هي دانة مدفع، بس يعني انا كنت شاك فيها اصلا ان هم اصلا عاملين عشان يرموا الناس عشان ينزلوا ساعه الدستور وكده. ده اللي انا كنت اتوقعته يعني. بس لقيتها ان رئيس المباحث جاي اخدها فعلا، وبيقول لك قنبله فعلا وبتاع مش عارف كده يعني. بس محدش عارف بقى اذا كان بقى دي قنبله ولا دانة بيراقبوا بقى الناس ولا.